امي قالت لي الفراخ اوعي تسلقيها ولا حتى تشويها ولا في صينيه بطاطس تعمليها. قلت لها هو في حل بعد كده؟ قالت لي ايوه بالطريقه دي وحضريها. وعمري في حياتي ما كنت اتخيل ابدا ان انا ممكن اعمل غدا مطاعم في اقل من نص ساعه. والله من جمال طعمها ولادي وجوزي ما كانوا مصدقين ان انا عملتها في البيت، وقال ايه مفكرين ان انا اشتريتها جاهزه. تعالي اقولك على الطريقه اللي هتعجبك جدا وهتنفعك طول الشتاء. ولو عجبك الفيديو بتاعي اتمنى ما تبخليش عليا باللايك. اول حاجه جبت 3 حبات من البصل وقطعتهم كده بطريقه عشوائيه. بعد كده جبت حبة واحدة من الفلفل الأخضر وقطعته برضه بنفس الطريقة. هجيب كمان حبة طماطم واحدة وهبدأ ان انا اقطعها كده مكعبات صغيرة. تمام كده. هجيب بقى الكبة بتاعت الخضار بتاعي وهبدأ انزل بكل الخضار وكمان 3 فصوص من الثوم وافرمهم فرم ناعم في طبق بقى. وهنزل بقى بالتتبيلة بتاعتنا الجميلة دي ونبدأ ان احنا نتبل بفلفل وكمان كزبرة وكمون والملح بتاعنا. الفرخة بتاخد معاكي معلقة ونص من الملح تطلع معاكي مظبوطة جدا، خصوصا ان الفرخة دي كانت صغيرة، كان حجمها كيلو 700 جرام. تبلت الفرخة. اوعي تفتكري ان احنا هنشويها، ولا هنشوي ولا هنسلق. بعد كده جبت حله وعلى عين البوتاجاز وعلى نار عاليه، وبدات ان انا انزل بنص معلقه من السمنه، وكمان نزلت كده بالتوابل اللي هي ورق لوري وكمان حبهان وكبابه صيني وقطعه كده من القرفه. نزلت كمان ببصله مقطعاها مكعبات وطماطم وطماطميه واحده مقطعاها مكعبات. هقلب كله مع بعضه. وعاوزه اقول لكم ريحه التوابل بقى دلوقتي حاجه كده مش عاديه، مع كمان الخضار بدي تتبيله حلوه جدا للخضار مع التوابل. وبعد كده بنزل بقى بالميه المغليه اللي انا غليتها في الكتل. تمام زي الفل. اغطي عليها واسيبها تاخد غلوتين معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. لازما الخضار مع التوابل يغلي الاول، وبعدين هاتي بقى الفرخه اللي انت تبلتيها وسقطيها معاكي. عاوزاكي بس تشمي الريحه كده، ولا تشوحي ولا تتعبي في نفسك خالص. واعمليها بالطريقه دي. اولا صحيه جدا، تاني حاجة ان احنا في الشتاء غالبا محتاجين الشوربة دايما. عاوزين بقى نعمل محاشي، عاوزين بقى ندفي ولادنا كده بشوربة لسان عصفور، بتبقى تحفة. اخدت بالظبط في التسوية حوالي ساعة الا ربع او ساعة، وكنت مهدية عليها جدا. بعد كده بقى طلعتها وضفت كده معلقة واحدة من الصلصة عليها او من الكاتشب على حسب المتوفر عندك، وكمان معلقه واحده من الزيت، ودهنتها بالشكل ده. ادخلها بقى تحت الشوايه. الشوربه بتاعتنا والله ما اقولكمش، ما حدش مصدق ان دي شوربه فراخ ابدا. صفيتها بالشكل ده وكان ده شكلها حاجه كده تحفه. الفراخ بقى مش عاوزه اقول لكم تسويه مظبوطه، حمرتها كده وخليتها كده تحفه. ومحدش ابدا مصدق ان الفراخ دي مسلوقه. اخدنا منها احلى واجمل طعم للشوربه، وكمان كده فراخ تحفة. عملت طبعا جنبها شوربة لسان عصفور وطبق كده من المحشي، كان طعمه حكاية، لازم تجربوه.